نسبه كبيره جدا من الناس اللي بتشرب سجاير ما تحبش تشرب السيجاره غير مع القهوه، او ما تشربش القهوه غير مع السيجاره. ترى ايه سر ارتباط السجاير بالقهوه؟ الموضوع طلع اكتر من انه مجرد عاده. وعلى فكره مش احنا بس اللي بنعمل كده، يعني مش الشعب المصري بس هو اللي بيعمل كده، في شعوب كتير جدا دايما مدخن يحب ياخد السيجاره بتاعته مع القهوه، او لو حد بيشرب قهوه يحب ياخدها مع السيجاره. اخر دراسه حديثه اتعملت بخصوص الموضوع ده عملها مجموعه من العلماء في جامعه فلوريدا، واتنشرت في نيورو فارماكولوجي جورنال. الدراسه دي قالت ايه بقى؟ قال لك ان القهوه فيها مركبين كيميائيين بيشتغلوا على مستقبلات النيكوتين اللي موجوده في المخ اللي بتشتغل عليها السجاير. كون المركبات دي بتقلل من رغبتك الشديده في النيكوتين. بمعنى لو انت متعود مثلا تاخد سيجاره في الثانيه في الثالثه، او كل ما بتخلص سيجاره دايما بتبقى عايز اللي وراها، شرب القهوه مع السجاير بيخلي واحده بالنسبه له كفايه، ما بيبقاش عنده رغبه انه يزود في السجاير اكتر من كده. وطبعا ده خلى العلماء يفكروا في حاجه مهمه جدا، لو استخدموا نيكوتين باتش وحطوا عليها قهوه، هل ده هيساعد المدخنين ان هم يبطلوا يشربوا سجاير؟ هل ده معناه ان السجاير والقهوه الاثنين مع بعض مفيدين؟ للاسف لا، السجاير والقهوه الاثنين مع بعض مضرين. يعني السجاير لوحدها مضره، القهوه لوحدها مفيده، الاثنين مع بعض بيزودوا نسبه الاصابه بتصلب الشرايين للاسف. ايوه، يعني نعمل ايه دلوقتي؟ وسط الكلام، اي حد بيفكر يبطل سجاير يحافظ على فنجان قهوه على الاقل كل يوم، لان فنجان القهوه ده هو اللي هيساعده انه يبطل السجاير، لانه هيقلل من رغبه المخ في النيكوتين. بطلوا سجاير واشربوا قهوه. باي باي.